واحد اتنين تلاتة. طبعا احنا كنا قبل كده عملنا فيديو تركيب الكانولا وتركيب المحلول، تمام. احنا تخيلنا دلوقتي ان حد اتصل بيا قال لي يا مستر سعيد لو سمحت تعالى شيل المحلول عشان المحلول خلاص، تمام. انا المحلول شغال اهوت. اول حاجه بقفل المحلول بتاعنا قبل اي حاجه، بقفل المحلول، تمام. بتاكد ان المحلول اتقفل خالص. بعد كده بيكون معايا لازم منديل او يكون معايا قطنيه معقمه او دريسنج اي حاجه يعني، تمام. باجي بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه بعملها، في ناس كتير جدا بتبقى في البيت يا جماعه وبتغلط ناس ما تعرفش، يعني بيقول لك الممرض مشي او الممرض اتاخر فاحنا نشيل المحلول، بيجي عامل لك كده شايل دي خالص، ما يعرفش ان دي بتركب هنا ولا كلام من ده. قبل اي حاجه يا جماعه انا بهوي دي سنه حاجه بسيطه خالص، يا دوب حاجه بسيطه، واجي متك على الوريد، قافل الوريد كويس، تمام. بعد كده باخد الغطا بتاع الكانولا اللي بقفل بيه وباجي قافل اهوت، تمام. تبقى الكانولا مقفوله اهي، خلاص جهاز المحلول ده كده خلاص اعتبرناه خالص ومش موجود معانا، تمام. وادي القطنيه المعقمه اهيت، باجي بشيل اللزق ده بالراحه خالص. طبعا لو عندنا شعر ولا حاجه، تمام، بيكون معايا كحول برش. انا هقول لكم برضو معايا كحول اهوت، ده لو في شعر كتير برش كده، تمام. بشيل، بصوا لما رشيت كحول طلع معايا بكل سهوله البلاستر بتاعي. شلت الكانولا، شلت البلاستر كله، المنديل نضيف معايا او الكانولا او القطنه او الدريسنج. خد نفس لجوه بعد اذنك، بس انت كل ده نفس. بحط المنديل بتاعي او القطنيه بتاعتي كده، تمام. وبحط الحاجه اللي انا بشيلها في مكان معقم، طبعا معلش انا بحط كده يعني عشان ما بهدلش حاجه. بكون معايا، بكون انا محضر برضو، بكون محضر البلاستر بتاعي. في بعض الناس تقول لك لا لو سمحت ما تحطليش بلاستر ولا حاجه، لاني انا مش بحب البلاستر، انا هحط ايدي كده على المكان الكانولا، على وريد صبع شويه كده على المنديل او القطنيه او الدريسنج ده. لا ما ينفعش، المريض يقول زي ما عايز يقول. المريض ده لو سهى شويه مع حد بيتكلم جنبه ولا حاجه ولقى وريده غرق الدنيا دم، هقول لك بس ده الراجل ده المريض ده ما بيفهمش حاجه، او الراجل اللي جاي راكب المحلول ده او شارب الكانولا ده ما بيفهمش حاجه خالص. فانت ما بص، اعمل الصح اللي انت شايفه، مالكش دعوه بالمريض خالص. زي ما انتم شايفين كده بقول له إيه دقيقتين او 3 دقايق او 5 دقايق مثلا، وشيل القطنيه شيل القطنيه كلها خالص، مفيش حاجه خالص، تمام كده. اتمنى اكونوا بتستفادوا مني معلوماتي باي حاجه والله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.